شُفت صرصار واحد في بيتك، فده مش موقف عادي، ده مؤشر على مشكلة أكبر. أنا هنا مش جاي أخوّفك، أنا هنا جاي أطمنك. ظهور صرصار واحد في المكان ده غالبًا بيكون الجزء الظاهر من مشكلة أكبر بكتير. الصراصير مش حشرات عشوائية، دي كائنات منظمة جدًا، جدًا وبتعيش في مجموعات. وجود صرصار واحد في البيت ده معناه إن في مصدر قريب جدًا منه أو مستعمرة بالفعل موجودة في البيت. الصراصير بتختار أماكن معينة تعيش فيها، زي فتحات الصرف أو ورا الدواليب، ورا الأجهزة الكهربائية، في الأماكن الدافية والرطبة، وفي الشقوق الضيقة جدًا اللي الإنسان ما يقدرش يوصل لها. ده السبب إنك أنت ممكن تنضف كويس جدًا، جدًا المطبخ عندك، بس ما زال الحشرة موجودة. المشكلة الأكبر إن الناس كلها بتتعامل مع الصرصار بشكل سطحي. باستخدم مبيد جاهز وبابدأ أرش المكان اللي ظهر فيه الصرصار بس. اللي بيحصل فعلًا إنك بتقضي على الصرصار اللي ظهر، بس مش بتقضي على بقية المستعمرة. كمان الصراصير عندها قدرة عالية جدًا على التكيف، يعني لو استخدمت مبيد بطريقة غير مناسبة أو بجرعات قليلة أو مش مناسبة، الحشرة ممكن تتجنب المكان أو تغير سلوكها، وده بيخلي المشكلة تستمر لفترة أطول. المكافحة الفعالة لازم تعتمد على فهم سلوك الحشرة، مش مجرد إن أنا محتاج أقتلها وخلاص. لازم تحدد مصدر الإصابة وتعالج الأماكن المخفية وتستخدم مواد مناسبة تقدر توصل لكل الحشرات بلا استثناء. يعني حشرة واحدة تاني هتعيد نفس القرار، لأن الصرصار مش بيبيض كل بيضة متفرقة. الصرصار بيبيض في كبسولة، كل كبسولة بتبقى عبارة عن 40 صرصار كامل. كمان بيتم التعامل مع البيئة نفسها، لأن وجود بقايا أكل ووجود رطوبة عالية في المطبخ عندك أو فتحات موجودة ده بيساعد على استمرار المشكلة لفترة أكبر حتى بعد الرش. لو مشكلة بتتكرر عندك يبقى الحل التقليدي مش هينفع، الأفضل تفحص المكان وتتعامل مع شركة متخصصة. ظهور صرصار واحد من الصدفة وراها سبب لازم يتعالج من الجذر. لو عايز تعرف أكتر عن عرض الصراصير تواصل معانا.